مدفع الأمطار اضرب. مدفع رمضان، الحاجة فاطمة. مدفع رمضان زمان كان اسمه الحاجة فاطمة. الحاجة فاطمة هي بنت الخديوي إسماعيل، كانت بتحب المصريين وهم كمان بيحبوها، ودي اللي اتبرعت بكل ذهبها علشان إنشاء جامعة القاهرة. الحاجة فاطمة عملت حاجات كتير التاريخ فاكرها لها، منها مدفع رمضان. الحكاية بدأت من مدفع كان فوق سطح القلعة. المدفع ده اتضرب بالغلط في يوم من أيام رمضان، كانوا بينضفوه فطلعت منه قذيفة، فتصادف إن اللحظة دي كانت لحظة أذان المغرب. المصريين افتكروا إن دي طريقة جديدة ينبهوا بيها الناس للأذان. أول ما الحاجة فاطمة شافت فرحة المصريين قامت أصدرت فرمان إن ده يبقى كل يوم. الفرمان كان إن المدفع يضرب مرتين، وقت الفطار ووقت السحور. وبمرور الوقت توسعت الفكرة وبقى في القاهرة 5 مدافع، واحد منهم كان مدفع الحاجة فاطمة اللي هو فوق القلعة، وواحد تاني كان في القلعة برضه، وواحد في العباسية، وواحد في حلوان، وواحد في مكان مصر الجديدة حاليا. ومن مصر بدأت الفكرة تنتشر، أولا في بلاد الشام والقدس ودمشق، وبعدها انتشر في جميع دول الخليج.